سبتة اللي تزير بها السروال، وكاينه سبتة كي تنحيها يهبط لك السروال اوتوماتيكمون غادي يطيح لك السروال. وهادشي اللي وقع للجزائري. نحينا له السروال. ها هو جيت المغرب وتحيد لي ما السروال، حيد الصمطه شدوه نحاو له السروال. تعلم لي يماك تحيد الصمطه. يا ولو كان ما نحيتش السبته ما يشوفوها لكش من سبته. بقاو سبته سبته سبته، نحاو السبته وشافوها لهم من سبته. ستروا بعد اخوكم، عطاوه الصمته، راه العوره ديالو بانت في العالم كامل. المغرب شافها كامله وبيضاء. يا إلهي إنها بيضاء. يا الهي بيضاء كبياض الثلج. شوف شحال من الناس يتهافتون على الامساك بها وهي تهرب. هارو سروال ونحي. هلا والسلاوه عراو ليه التلاوه. ضارب 1500 كيلومتر باش يجي للمغرب يحيدوا له السروال. وراكم ما حيدتيش السبته، ما كانوش غينحيو لك ويشوفوها لك. بتبص فين فلقة شعر يا سلطان؟ ما تقبلش. هك خلينا العالم يشوفوا فيها صحبي. يشوفوا مضيق ترمز. ترمز ديالكم. شو مضيق ترمز هو هذا؟ كان عندنا مضيق هرمز في الخليج العربي، والآن أصبح عندنا مضيق ترمز الجزائري. هو تبقى التصويره حياته كامله يبقى يشوفها. الصوره تبقى خالده هذه. ولاد اسفي داروها بصح ورسموها عندهم في الحيط في مدينه اسفي. اولاد اسفي الهربه والله الهربه عبده. لا ولاد اسفي الهربه اش كيديروا؟ اجمل من الموناليزا. شو كي جاتو؟ ترى احسن من الموناليزا. اجمل واحسن صوره في العالم. التصويره هذه راه غتبقى في التاريخ، راه غتبقى في التاريخ. صافي تبقى دابا متورخه لك حياتك كامله. وتحياتي للمغربي الذي قام بتنحيه السروال لهذا الجزائري وقام بالنزل عليه بالكرسي. جاو يتشوكروا في المغرب، صدقوا كلاو الطريحه كيخلاها لهم بوتفليقه. كلاو قتله ديال العصا ديال الحيوانات. حقروهم اللي لحقوا الاصطاد وما يضربوا فيهم خويا صغيره ولتماك، وضربونا وحقرونا وداروا فينا. واش داك العبد ما هو اخويا. راه ماشي صعيب السلك الغولي تهضر بزاف، اللي صعيب هو انك تطبق هذيك الهضره اللي كتقول. راك بقيتي كدوي بزاف، نهار جيتي للمغرب تحيد لي ماك السروال. راه ماشي كيخافوا منكم المغاربه، راه المغاربه محترمين راسهم. راه فاش هبطوا لكم جمهور ديال الاسف وليتوا بحال الكلاب هربانين وراجعين لورا. في الاخر هربوا، جابدين صداع في الاخر هاربين، وبقاو الا كنتو رجال. هما اللي بداو الشغب ودخلوا التيران تيسحبوها راه سايبه. جماهير اتحاد العاصمه الجزائريه هي من بدات وقامت برشق حجاره قنينات على الصحافه المغربيه وكذلك على الجمهور. نزلوا عندهم الجماهير الاسفي وما يهربوا. واللي تفرشخ اللي تقلع له السروال، اللي كلاس الخا. حنا في المغرب اي واحد كيدير المصاله بربي تيشدوك المغاربه بالصمته وكيجرك بحال الخروف. جرينو بحال الخروف ومشطبين به الارض. داو ما يعاودوا وعمرهم يعاودوا، وعقلوا على هاد الهضره عمرهم غيعاودوا. وكيلعبوا المغاربه مع جميع الفرق ديال العالم ما كنلقاوش مشكل، وكيجيو هادو ديما مشاكل. شي نديرو في كاس افريقيا، اللي كيبول، اللي باغي يتصور مع طارو تزيد الزبل، اللي باغي يغطي التصوير المالي، كيقطعوا في الفلوس، باغيين يهرسوا الكراسه من مراكش، باغيين يدخلوا للتيران. وكذا بحال هادشي كيتعاود كيطرا لينا في كاس افريقيا او طرا لينا عاوتاني. ونتمنى من ان الجهات المغربيه يعيقوا بهادشي شويه، راه بزاف. واحد السؤال انا للسلطات المغربيه الله يرحم لكم الوالدين، هاد الكلاب هادو ديال الجزائر علاش ما مديروش عليهم الفيزا؟ علاش ما نعاملوهمش بالمثل؟ وعلاش المغاربه ملي مشاو للجزائر تعاملوا بالمضايقه؟ حتى اللاعبين والسيموطيع راه قالها. احنا حنا مشينا تعدمنا تما، حبسونا في الايروبور، جلسونا في الدس، خداو لنا باسبوراتنا، وكان حنا المغاربه جايبين لهم كيران، جيبوهم حتى لهنايا، تمروا الحليب، راه هادشي شنو بغيتي ندير. الدوله عندنا حالفه انها ما تتعلم من الظروف السابقه، باقا عاضه النفسيه سيدي حسن الجوار، كرم الضيافه وخوا اللي عمرها تمرات وعمرها غادي تمر في هاد العينه من البشر اللي كاين هنايا في الجنب ديالنا لا تستحق هذه المعامله. هاد الجمهور ديال الهمج اللي كيجيو غير يوسخوا لنا بلادنا ويبوا لنا في التيرانات، علاش ما نديروش عليهم فيزا؟ شنو السبب اللي يخلينا زعما؟ مع الثاني رحبتوا بهم، عطيتيهم التذاكر فابور، وشنو وقع؟ داروا الشغب الثاني والاستفزازات العنصريه. شي والله العظيم تجبد قلبك وتنصر عينيك تعطيها ليهم، غتلقاهم كاملين مفطومين على حاجه وحده الا وهي كره المغرب.
جيتوا للمغرب قمنا بتنحية سروالكم باش مرة أخرى تعلموا أنكم ما تحيدوا الصمتة، لأن كي كتحيد الصمتة أوتوماتيكمون السروال